صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون عن المرأة الجزائرية الجميلة الشيك الأنيقة. بجد تحية تقدير واحترام مننا لكل أهل الجزائر، وتحية تقدير لكل نساء العرب عامة. هنعيش النهاردة يوم كامل مع المرأة الجزائرية الجميلة دي. هنشوف ديكوراتها وأناقتها وجمالها وشياكة بيتها، خلطاتها اللي بتستخدمها في تعطير وتنظيف البيت. بجد قمة في الشياكة والجمال. المرأة دي بدأت بتفتح أول يوم أو أول الفيديو، تبدأ تفتح كل نوافذ البيت وتدخل الهواء وتغيير، وتبدأ تعمل الفطور الجميل بتاعها. بجد تلاقي لمسات جزائرية جميلة قوي في الفيديو من اللبس والشياكة والأناقة، ومش جديد على أهل الجزائر الجمال. هتبدأ أول حاجة تحضر المشروب القهوة بتاعها الشيك، وبعد كده تحضر فطور بسيط، وأثناء ما هي بتعمل الفطار بتاعها بتفضل تتكلم مع المتابعين بتوعها وتقول لهم على طريقة الفطار، أو تقول لهم على الروتين اللي هي هتعمله في اليوم. فاحنا هنعيش معاها اليوم ده ونشوف اللمسات الجميلة قوي دي، ويا رب ما نضايقهاش ان احنا خدنا فيديو من فيديوهاتها او خدنا لقطات من قناتها عشان نشوف جمال اهل الجزائر. هتبدأ أول حاجة تبدأ تفطر، وبعد كده تنطلق في البيت ونشوف جمال البيت من حيث بقى ترتيبات المطبخ عندها، ترتيبات الصالة. هجيب لكم النهاردة كمان روتين لغرفة النوم عندها. فهي ما شاء الله واخدة من كل بستان زهرة، تلاقيها شاملة كل الجوانب، نظافة وشياكة وجمال. وإيه الجديد على أهل الجزائر؟ متعودين منهم على كل التميز ده. هتبدأ أول حاجة روتينها في الصالة بتاعتها، تبدأ تنظف السفرة، تشيل التراب، تلمعها كويس، تكنس سجادة، تكنس من تحت السفرة. تلاقي البيت عندها ما شاء الله اللهم بارك بيلمع. بجد ست بيت شاطرة جدا. وهنلاقي في الفيديو انها بتتعمد على الخلطات الطبيعية اللي هي متكلفش الناس بيها، حاجات بسيطة بتستخدمها تخلي بيتها بيلمع وريحته جميلة جدا. كنت الخلطات دي عرضت منها قبل كده خلطات في المطبخ الياباني او المطبخ الكوري، واتفاجئت ان هي ما شاء الله بتعملهم برضو بنفس التكنيك واحلى. هي حطت اهي بيكربونات وحطت عليهم تقريبا زيت عطري، وبعد كده جابت الورقة قعدت تخرم فيها اخرام وترشها على السجاد بتاعها بحيث ان هو يمتص كل الروايح الغير مرغوبة، وفي نفس الوقت هي حاطة زيت عطري فيسيب لها ريحة كويسة جدا. وبعد كده بقى بدأت تنطلق في البيت بتاعها، تولع الشموع وتعمل الديكورات الجميلة الشيك الأنيقة المميزة جدا في بيتها. بجد مثال رائع للمرأة الجزائرية. تحية تقدير واحترام وكل حب ومودة مننا لأهل الجزائر، وخاصة المرأة الجزائرية. بجد مرأة جميلة جدا، شيك جدا، أنيقة، مرتبة، منظمة، ديكوراتها رائعة. هتستخدم بعد كده الشموع المعطرة، وهنلاقي ان هي بتبقى حريصة جدا ان هي تتخلص من اي ريحة غير مرغوبة ايا كان البيت مهما حافظتي على نظافته، ولكن اضافة لمسة منك او اضافة ريحة مميزة بتفرق كل ست بيت عن الاخرى. الخلطة دي كنت قدمتها لكم برضو قبل كده في فيديو، ولكن لقيتها هي ما شاء الله برضو معتمدة الوصفة وبتعملها، وده خلاني ابقى متمسكة بالوصفة اكتر، الوصفة اللي هي بالليمون والروزماري. كمان هي قدمت في الفيديو ده اللي هي قالت البرتقانية وبتحط فيها الاعواد بتاعة القرنفل وبتسيبها تطلع الريحة الجميلة دي. بعد كده هتدخل وتعمل روتين في غرفة النوم بتاعتها. طبعا اتمنى فيديو النهارده يكون يعجبكم. انا جبت لكم لقطات مختلفه لفيديوهاتها، ازاي بتنظم اوضه النوم، ازاي بتعمل روتين في الصاله، ازاي بتحضر السفره بتاعتها، بحيث ان احنا ناخد من كل بستان زهره كده وفي نفس الوقت ما نضايقهاش، وانقل لكم جمال وشياكه السيده الجزائريه الجميله وروتينها في بيتها، وازاي هي حريصه على نظافه بيتها. هتبدأ تفرش غرفة النوم بتاعتها وتفرش السرير بطريقة شيك وأنيقة وبسيطة، وفي نفس الوقت بتبقى بتشرح كل حاجة بتعملها للمتابعين وتقول لهم إسكان الجودة إيه، الحاجة دي لو كانت شاريها أونلاين بتقول لهم عليها، أي تفصيلة بسيطة ما بتبخلش بيها. بعد كده هتعمل ديكور بسيط للسرير يخليه يضيف له لمسة جذابة وجميلة. وهنشوف في الاخر اهي خلصت وهترجع للصاله بتاعتها تلم بقى. طبعا عندها اولاد اللهم بارك، ولو لاحظنا انها عندها اولاد ولكن محافظه على نظافه بيتها وشياكتها واناقتها. هتبدا بقى تنظف كل حاجه، تشيل الاتربه، تلم الالعاب مكان الاولاد ما كانت بتلعب، تشيل التراب، تلمع وتنظف. بجد ما شاء الله عليها سيده شاطره جدا في بيتها، اللهم بارك، ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها
ويبارك في كل امرأة جزائرية. هتبدأ تفرش وتخلص وتعمل الديكورات، واحلى لحظة هي لحظة الديكورات. نلاقي بقى اللمسة الجزائرية الجميلة، الفرش الجميل، الشياكة. تلاقي عندهم كده في شياكة وأناقة في الحاجة، بيضيفوا للحاجة اللي بيعملوها لمسة جميلة، تلاقي فيها إبداع ورقي. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، ويفضلوا فخر لكل نساء العرب. خلصت السفرة، بعد كده هتدخل على المطبخ، وهنشوف بقى الرقي بتاعها والجمال بتاعها. بتبدأ أول حاجة تعمل روتين كده جميل حواليها، تحط الشموع، تظبط النظافة، وعشان تشتغل وبنفس مفتوحة وجميل بجد، نظافة اللهم بارك. الست دي أنا معجبة بيها بكل حاجة بتعملها، بشياكتها وأناقتها ونظافتها، اللهم بارك، ربنا يحفظها يا رب. هتبدأ تطلع وتعمل الأكلات الجزائرية الجميلة. بصراحة أنا مش عارفة أسماء الأكلات اللي هي عاملاها، ولكن أكلات كده تفتح النفس. تبدأ بقى تنظف وتقطع وتعمل، فهنعيش مع الأكلات النهاردة ونشوف الأكلات اللي هتعملها. قبل ما تعمل الأكلات هتبدأ تعمل المشروب بتاعها، وهتحطه بحيث إن هو يبقى جاهز على التقديم على طول. وتبدأ تطلع الحاجات اللي هتحتاجها في الطبخ أو في طهي الطعام. هتطلع المصفى وتطلع من التلاجة الحاجات اللي عايزاها، وتبدأ تغسل كل حاجة وتجهز في الأكل بتاعها. زي ما احنا شايفين كده، بصوا الرقي والجمال ما شاء الله، اللهم بارك، سيدة جزائرية أصيلة يعني. نظفت الحاجة وهتبدأ تستخدمها في الأكلة بتاعتها اللي هتعملها. تطلع بقى الطاجن الجميل ده، ده طبعا مشهور عند أهل الجزائر وأهل المغرب كمان. تحية تقدير لأهل المغرب. كنت عملت لكم فيديو قبل كده عن المرأة المغربية الجميلة الشيك، وطلبتوا مني اسم القناة بتاعتها. بصراحة أنا مش عارفة اسم القناة، أنا كنت متابعاها على الأنستا، وشفت كمية الرقي والجمال لهذه المرأة. من كتر شياكتها وأناقتها بيحسبوها إنها من تركيا، ولكن هي عايشة في تركيا، ولكن أصلها هو أصل المغرب. فتحية تقدير مننا لأهل المغرب وأهل الجزائر. اللهم بارك، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وتفضلوا فخر لكل نساء العرب. هتبدأ بقى تقطع وتعمل الأكلة الجميلة بتاعتها. طبعا اللي عارف الأكلات الجميلة دي يكتب لنا كده في الكومنتات، ويقول لنا. طبعا اهل الجزائر هم اللي هينورونا ويقولوا لنا الحاجات دي، لان انا بصراحه ما عنديش خلفيه. انا اللي عجبني طريقه لف الرول بتاعها، الاكل، الحشو، ديكوراتها في الاكل، ترتيب السفره، الحاجات. لكن انا مش عارفه الاكل ايه. بصوا الشياكه والاناقه، اكل يفتح النفس عامه. هتبدا بقى تفرزه وتحطه وتجهز بقيه الاكل التاني. الفراخ هتحطها في الفرن، وبعد كده هتطلع الرولات اللي هي حطيتها في التلاجة على السوا على طول، وتبقى جهزت كل أكلاتها مرة واحدة. بفرح جدا بالنساء اللي تبقى محافظة على نفسها وعلى شياكة بيتها، وفي نفس الوقت على مطبخها وأولادها. اللهم بارك، بتبقى مرأة اللي هي واخدة البيت من كل الجوانب. ربنا يحفظهم يا رب، ويبعد عنهم الحسد، ويبعد عنهم كل حاجة وحشة. وبكده هتكون خلصت الأكل بتاعها، وتبدأ بقى تنظف المكان وتنظف كل حاجة استخدمتها، وتدخل تجهز الهدوم اللي هتلبسها. النظافة بقى والجمال، تبدأ تجهز هدومها وهدوم الأولاد، ونلاقي اللمسة الجزائرية بقى الجميلة الشيك، اللبس المنظم بجد، لبس تراثي كده جميل جدا ما شاء الله يفتح النفس. تقوم جايه ملبسه الاولاد وتظبطهم، ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويحفظها. وبعد كده تلبس هي وتروح تجهز السفره بتاعتها. السفره بقى نشوف الشياكه ونشوف الجمال بعد ما لبست وخلصت وجهزت اولادها. تبدا بقى تجهز السفره بتاعتها، تحط الشموع وتبدأ تظبط، تضيف لمسات بسيطة على السفرة تفتح النفس كده. ديكورات، رقي، أناقة، جمال. جبت لكم كل حاجة لقطات بسيطة منها، لكن نشوف فعلا اللقطات دي مهما كانت صغيرة ولكن تفاصيلها كتير جدا. تعلم فعلا قد ايه المرأة الجزائرية جميلة في بيتها ومنظمة وشيك جدا. هتبدأ تظبط السفرة بتاعتها وتضيف الديكورات الخاصة بيها هي، اللمسات الفنية البسيطة اللي هتفرق بجد في شكل السفرة بتاعتها.
تحط المعالق، مناديل السفرة، الكاسات، تبدأ تطلع العصير، تحط الأكلات وتنادي على أولادها. منظر راقي ومبهج جدا يفتح النفس. وده كان مثال للمرأة الجزائرية الجميلة الشيك الأنيقة. ما شاء الله كل فيديوهاتها تفتح النفس، جميلة وشيك وأنيقة مرتبة منظمة. أتمنى إن أنا أكون وفيت أهل الجزائر ولو نسبة بسيطة من حقهم. مهما قلت ومهما اتكلمت مش هقدر أوفيكوا حقكم. وفي النهاية تحية تقدير مننا لكل مرأة عربية وبالأخص المرأة الجزائرية. وبس كده، أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسيبوا لي تعليقات كتير. مع السلامة.